اي واحد زملكاوي موجود مهمته الاولى وهدفه الاول ان هو يشوف الزمالك بطل في كل البطولات اللي بيخشها. طب انا دلوقتي عندي اقتراح بسيط ونفسي الناس تفهمه. يعني انا بقترح، انا ما رحتش استاد قبل كده، فاقتراحي ده انا ماليش علم ده ينفع او لا، انا بقترح وبسال في نفس الوقت ده طبيعي ولا لا. انا بتروح ماتش اتحاد العاصمه النهائي، بشوف التالتة يمين هي اللي بتشجع بس وباقي الجمهور مش موجود. قال لي فيها لما يبقى الكبهات في التالتة يمين شغالين ان هم يتوزعوا في الملعب ويبقى ما بينهم وليكن مثلا اشارات بايده، اشارات باي حاجه، يبقى في ما بينهم اشارات بس كده تخليهم اللي هو ايه، ده بيشاور لده اشاره معينه وليكن هيعمل كده مثلا كده اللي احنا هنغني في الكورفه سود مثلا. ايه اللي فيها لما ده يحصل؟ اللي فيها لما يبقى فيه اشارات ما بين التالتة يمين والتالتة شمال ووسط الملعب كمان الحته اللي في النص دي. ايه اللي فيها لما توزع الكبات كده وفي اشارات بحيث ان الجمهور كله يقول الهتاف مع بعضه، بدل لما انا شغال التالتة يمين بتغني وباقي الجمهور قاعد يتصور. ما انا ما اعرفش ده ينفع ولا لا، بس اعتقد ان ده للصالح العام للفرقه احسن بكتير. فانا بتوزع في الملعب كله، فبدل ما الهتاف يبقى جاي من ناحيه واحده بس يبقى جاي من الملعب كله، والضغط شغال على لعيبه فريق اتحاد العاصمه من الملعب كله. انا ليه احصر الضغط في حته واحده في الملعب؟ ليه هتافي يبقى من حته واحده؟ كبهات على دماغنا، الالتراس على دماغنا يا سيدي، المجموعات كلها، الروابط كلها على دماغنا. بس انت دلوقتي انا بتكلم في مصلحه الفرقه وده وجهه نظر، انا ما اعرفش الناس هتتفق معايا فيها ولا هتختلف. بس الفكره بالنسبه لي انا ايه المفيد بالنسبه لي في ان تشجيعه كله يتحصر في حته واحده في الملعب. ما اضغط من كل حته في الملعب، ما يتفرقوا على الملعب كله. بلاش اللي انا اقعد اقول في حته وعما الصوت يوصل والهتاف يوصل للناحيه الثانيه يكون الهتاف ده خلص ودخلنا في هتاف ثاني اصلا. حاجه ثانيه عايز اتكلم فيها. يعني انا فاهم ان الكبهات اكيد فاهمين هم بيعملوا ايه، والرابطه ذات نفسها فاهمه هي بتعمل ايه، بس يا جماعه ما ينفعش طول الماتش انا قاعد بغني. انا بغني ليه طول الماتش؟ الموضوع ده مستفزني قوي والله. انا ليه بغني بس؟ انا ليه ما بضغطش على اللعيبه في الوقت اللي انا محتاج اضغط عليهم فيه؟ ليه ما بهديش الدنيا في الوقت اللي انا محتاج اهدي الدنيا فيه؟ في وقت معين يا جماعه في الماتش انا اتحكم في رتم الماتش. انا الجمهور، انا اللي بحرك الماتش كله. انا امتى اضغط على اللعيبه عشان يتضغطوا بقى؟ ما في وقت لازم اضغط على اللعيبه، في وقت لازم اهدي الدنيا، في وقت بقى الهتافات والحاجات دي بتبقى في اخر الماتش وانت كسبان. انا مش طول ما انا قاعد بغني الكورفه سود وقاعد بغني اغاني مش عارف ايه هنولع نار في ارضكم. ليه يا جماعه؟ ما هنولع وكل حاجه بس دي بعد الماتش، او انت ضامن خلاص المكسب كاسب فرق 3-4، انت خلاص ضمنت المكسب في اخر الماتش، غني براحتك. انما ما بقاش جوه الماتش في عز الماتش واغني هنولع نار في ارضكم مثلا وانا خسران او متعادل. ما ده مش طبيعي يعني. والله انا ما ببكت حد ولا بتكلم على حد، انا بتكلم في الصالح العام للفرقه، انا بتكلم في اي حاجه تفيد الزمالك. كلنا والله ما في واحد زملكاوي مش عايز الزمالك يكسب، بس الفكره اللي انا بقول رايي. فيا جماعه اي حد عنده اقتراح هو شايف ان هو يفيد الزمالك نقترحه على بعض. قال لي فاهم احنا موجودين مع بعض لاجل كده، كلنا موجودين لاجل اسم الزمالك وبنحب الزمالك. ومش قصه بقى يعني معلش بالكلمه، يعني احنا ناس مش معروفه، ناس مش بتطلع في التلفزيون، فانت تقول رايك براحتك طالما رايك ما فيهوش اساءه ادبيه او حاجه تتجاوز، يعني تجاوزت في حق حد او شتمت حد او اي حاجه، وبتتكلم في موضوع محدد وهو الكوره اللي هي رياضه وترفيه اصلا، فعادي اتكلم براحتك قال لي فيها. بس طبعا انت زملكاوي اتكلم في الصالح العام للزمالك بس. انا شايف انا مثلا انا شفت في ماتش اتحاد العاصمه حاجه عجبتني، وشفت بوست كده طويل عريض لصفحه يعني صاحبها بيشجع اتحاد العاصمه، عندهم تقريبا 3 أو 4 روابط رابطه لكل مكان في الملعب، وبيتكلموا باشارات وبيبعتوا لبعض باشارات واعمل كذا وده هيعمل كذا وهنقول كذا دلوقتي، والدخله بتتعمل على الملعب كله. احنا عندنا التالتة يمين بس، وتالتة يمين سفلي، ما شفناش علوي الا في ماتش واحد بتاع لعنه الملك. فالفكره بالنسبه لي
ما نحصرش دور الجمهور في حته واحده والباقي نقول ده عائلات وجايين يتصوروا. لا مش عائلات وجايين يتصوروا يا جماعه، الملعب مش للعائلات. الملعب مش العائلات. الحته الوحيده اللي مسموح فيها العائلات بقى بصراحه هي المقصوره بس. عائلات بقى لعيبه، عائلات ناس كبيره مهمين بتاع، يا عم روح احجز مقصوره. طب انت جاي تتصور على تتصور مع ناس هم اساطير في النادي مثلا، انما انت جاي تشجع ماتش نهائي، ماتش مهم وخسران في الذهاب. لا انا اشجع، الملعب كله يشجع مش واحد بس ولا حته واحده اللي تشجع. ما دي حاجه مستفزه. شفناهم في الجزائر بيشجعوا ازاي مع الملعب كامل. الرجاء والوداد الملعب كامل مش حته واحده، وروابط مش رابطه واحده، مش الكوره فاسوب بقى ولا الوايت، ما هم دول مش الوايت نايتس بصراحه اصلا. الوايت نايتس خلاص ما عادش في حاجه اسمها الوايت نايت. قول ده جروب جديد واخدين الاسم اصدقك، انما ما تقولش دول الوايت نايتس. هيقال كوره فاسود مش عارف ايه، ماشي يا عم. يبقى في روابط بقى في كل حته في الملعب والجمهورين يشجعهم، او الجمهور ذات نفسه. الجمهورين ايه الروابط دي؟ جننت الواحد والله. هو روابط ويتفقوا مع بعض على دخلات معينه طول الملعب كله. ماتش اهلي جده، جمهور اهلي جده اتعلم حاجه من جمهور اهلي جده. الملعب كله، جمهور الهلال، جمهور الرجاء، جمهور الوداد، اتحاد العاصمه، شباب بلوزداد. ما نتعلم يا جماعه، مش غلط انك تتعلم. ايه الثقافه هنا في مصر ان لازم يبقى تالته يمين او تالته شمال؟ ليه ما ينفعش الملعب كامل؟ ليه الحته اللي في النص ده ما نستغلهاش في الدخلات؟ ما هتفرق. يا جماعه يعني عايزين، والله العظيم والله العظيم الواحد ما بيتكلم لحاجه شخصيه، الواحد بيتكلم للزمالك. فعايزين نبقى كلنا قلبنا على الزمالك ونفسنا ان منظرنا يبقى حلو، ونفضل ونعرف احنا بنشجع امتى وبنضغط امتى وبنهدي اللعب امتى الصح. ده اللي انا طالبه والله من الجمهور بس مش اكتر. وان شاء الله هنكسب وان شاء الله نفرح كلنا، بس ده مجرد اقتراح. وهل انتوا شايفين ايه؟ قولوا بصراحه برضه، ما انا مش هحجر على راي حد.